يا اهلا بيكم يا شباب في حلقة جديدة هتاخدنا لأقوى 15 مسلسل هيكونوا معانا في رمضان 2026. قائمة النهاردة هتكون الخلاصة بالنسبة لك، واللي هنتكلم فيها عن كل قصص وتفاصيل أفضل المسلسلات اللي هنشوفها في رمضان السنة دي. قبل بداية الحلقة ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان تتابع كل الحلقات اللي جاية. المسلسل رقم 1 في قائمتنا هيكون مسلسل مناعة من بطولة هند صبري وخالد سليم ورياض الخولي. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة، بيقدم لنا مجموعة أشخاص في حي البطنية اللي بتظهر فيه مناعة من أسرة بسيطة بتتعرض لصدمات قاسية في حياتها، وبعد موت جوزها بتواجه حياة صعبة جدا، وده اللي بيضطرها إنها تخوض في عالم تجارة المخدرات بشكل ذكي ومختلف، فبتتعرض مع الأحداث لمواجهات شرسة مع كبار معلمين السوق، وكمان توصل انها تبقى امبراطورة البطنية. المسلسل من تأليف عمرو الدالي ومن اخراج حسين المنباوي. المسلسل رقم 2 في قائمتنا هيكون مسلسل افراج من بطولة عمرو سعد وطارق عماد وسام ابراهيم. المسلسل هيكون مكون من 30 حلقة، بيحكي لنا عن شاب بيعيش في حي شعبي بيجري ورا تحسين وضعه الاجتماعي، ومع الاحداث بيتعرض لعملية نصب من صاحب نفوذ كبيرة، وده اللي قلب حياته ودمر سمعته تماما. وفي وسط كل الاحداث دي بيقع في حب بنت غنية جدا، لكن اهلها بيرفضوه لاختلاف الطبقات ما بينهم، ومع كل الاحداث دي قصتنا بتبدأ تتعقد اكتر. المسلسل من تأليف محمد فوزي ومن اخراج احمد خالد موسى. المسلسل رقم 3 في قائمتنا هيكون مسلسل اتنين غيرنا من بطولة دينا الشربيني وآسر ياسين وفدوى عابد. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة، بيحكي لنا عن مدرس ثانوي شغال في مدرسة دولية، وبسبب ماضيه وانتهاء علاقاته بطريقة صادمة بيقرر انه يعيش في عزلة بقية حياته، لكن الصدفة بتجمعه بممثلة مشهورة جدا بتواجه ضغوطات الشهرة وأزمات شخصية في حياتها، وده بيشكل نقطة تحول في علاقتهم ببعض والحب اللي بيجمعهم برغم كل المشاكل اللي هيواجهوها سوا. المسلسل من تأليف رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي. المسلسل رقم 4 في قائمتنا هيكون مسلسل درش من بطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ وسلوى خطاب. المسلسل هيكون مكون من 30 حلقة، بيحكي لنا عن أخين توأم شبه بعض في الشكل ومختلفين شوية في الطبع، وفي يوم بيتعرض واحد فيهم لحادثة بتفقده الذاكرة وبتخليه يبدأ رحلة بحث مرهقة عشان يجمع خيوط حياته من تاني ويبحث عن ماضيه، ومع كل خطوة بيكتشف سر وبتتفتح صراعات جديدة ومفاجآت بتقلب الموازين بشكل درامي مليان غموض. المسلسل من تأليف محمود حجاج ومن إخراج أحمد خالد أمين. المسلسل رقم 5 في قائمتنا هيكون مسلسل وننسى اللي كان من بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وشيرين رضا. المسلسل هيكون مكون من 30 حلقة، بيقدم لنا قصة واحدة بتتعرض لصراعات وتنافس كتير في حياتها، فبتحاول انها تدافع عن نفسها وتلجأ لبوديجارد عشان يحميها، واللي هيجسد دوره هنا كريم فهمي، وده بياخدها لتنافس ودراما كبيرة على مدار الأحداث، وكمان قصتها مع البوديجارد اللي هتتطور علاقتهم ببعض جدا خلال أحداث المسلسل. المسلسل من إخراج محمد حمدي الخبيري ومن تأليف عمرو محمود ياسين. المسلسل رقم 6 في قائمتنا هيكون مسلسل علي كلاي من بطولة أحمد العوضي ودرة وانتصار. المسلسل هيكون مكون من 30 حلقة، بيقدم لنا قصة علي كلاي اللي عاش طول عمره متعلق وبيحب الملاكمة جدا، وكان حلمه من وهو صغير انه يبقى بطل، وده اللي بيخليه مع الأحداث يواجه مشاكل كتير مع أسرته وفي حياته عامة، وبيفضل دايما في صراعات جوه الحلبة وكمان براها. المسلسل من تأليف محمود حمدان ومن إخراج محمد عبد السلام. المسلسل رقم 7 في قائمتنا هيكون مسلسل على قد الحب من بطولة نيلي كريم وشريف سلامة وصفاء
لقاء الطوخي. المسلسل هيكون مكون من 30 حلقة، بيحكي لنا عن شيف إيطالي بيجي مصر عشان يفتح مطعم جديد، فبتجمعه الصدفة بمريم مصممة المجوهرات المصرية، ومع الأحداث بيبدأ بينهم الإعجاب اللي بيتحول بعد كده لحب، فبتتداخل المواقف عشان تقدم لنا أحداث بتجمع بين الدراما والإنسانية. المسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم ومن إخراج خالد سعيد. المسلسل رقم 8 في قائمتنا هيكون مسلسل رجال الظل من بطولة أمير كرارة وشريف منير وأحمد غزي. المسلسل هيكون مكون من 30 حلقة، بيحكي لنا عن صراع أجهزة الأمن القومي المصري مع قوة خفية بتحاول تهدد استقرار وأمن البلد، ومع كل حلقة بيبدأ يتكشف شبكات وتحالفات كبيرة، والمواجهة بتكون محتاجة قرارات حاسمة ومعارك ذكية، واللي دايما بتكون في أجواء موترة مليانة بالتشويق والإثارة. المسلسل من تأليف هاني سرحان ومن إخراج محمد بكير. المسلسل رقم 9 في قائمتنا هيكون مسلسل سوا سوا من بطولة أحمد مالك وهدى المفتي وخالد كمال. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة، بيحكي لنا عن شاب فقير بيصارع الظروف عشان يغير الواقع اللي بيعيشه، لكن الحياة بتجمعه مع بنت غنية جدا بتعيش حياة مختلفة عنه، وبرغم الظروف دي بيقع في حبها وبيعيشوا سوا. فبنشوف من خلال الأحداث الفوارق الطبقية وتأثيرها على العلاقات الإنسانية مع دراما واقعية مؤثرة. المسلسل من تأليف مهاب طارق ومن إخراج عصام عبد الحميد. المسلسل رقم 10 في قائمتنا هيكون مسلسل المداح الجزء السادس بعنوان أسطورة النهاية من بطولة حمادة هلال وهبة مجدي وسهار الصايغ. المسلسل هيكون مكون من 30 حلقة، بيكمل لنا حكاية صابر المداح اللي طول السنين اللي فاتت بيواجه قوى الشر والجن بكل شجاعة، وفي الجزء ده بيكون التحدي الأكبر لصابر إنه بيواجه إبليس شخصيا، ده غير مواجهته مع رحاب اللي بتحضر كل الجن اللي حبسهم صابر قبل كده، وبتزيد الضغوط على صابر لأنه مش بس بيحارب للنجاة لكنه عشان يحافظ على كل اللي حواليه. الرحلة مليانة مفاجآت وصراعات قوية، ومتوقع إنه يكون الجزء ده الأقوى والأكثر إثارة على مدار السلسلة كلها. المسلسل من تأليف أمين جمال ومن إخراج أحمد سمير فرج. المسلسل رقم 11 في قائمتنا هيكون مسلسل تحت الحصار من بطولة منة شلبي وإياد نصار وكمال الباشا. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة، بيحكي لنا عن الهجوم على غزة من بعد 7 أكتوبر، وإزاي بدأت قصة حب مؤثرة وسط الحرب وصراع البقاء والإسقاط على جانب المشاعر الإنسانية للمدنيين، وإن الأمل أصبح الأداة الوحيدة للصمود وسط المعاناة. المسلسل من تأليف عمار صبري ومن إخراج بيتر ميمي. المسلسل رقم 12 في قائمتنا هيكون مسلسل كان يا مكان من بطولة ماجد الكدواني ويسرى اللوزي ونهى عابدين. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة، بيقدم لنا قضية الطلاق، وبيناقش فكرة الانفصال وقد إيه وجهة النظر بتكون مختلفة بين الست والراجل، وبيوضح المواجهة مع المجتمع والذكريات في مواقف درامية إنسانية مؤثرة. المسلسل من تأليف شيرين دياب ومن إخراج كريم العدل. المسلسل رقم 13 في قائمتنا هيكون مسلسل فن الحرب من بطولة يوسف الشريف وشيري عادل وريم مصطفى. المسلسل هيكون مكون من 30 حلقة، بيدور في إطار اجتماعي تشويقي عن شاب حياته اتقلبت بسبب والده اللي اتسجن ظلم، ومن اليوم ده قرر يواجه اللي ظلموا عيلته ويحاول يرجع حق أسرته من تاني. ومع الأحداث بيدخل في صراعات قوية مع خصوم ما كانش متوقعهم، وكمان بيحاول يرتب كل حاجة من جديد، ومع كل خطوة بيتعلم ازاي يكون أذكى وأقوى في التعامل مع أعدائه. المسلسل من تأليف عمرو سمير عاطف ومن إخراج محمود عبد التواب. المسلسل رقم 14 في قائمتنا هيكون مسلسل عين سحرية من بطولة عصام عمر وباسم سمرة وسامة إبراهيم. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة، بيحكي لنا عن عادل فني كاميرات مراقبة حياته بتتقلب لما بيتعرض لتهديدات غريبة ومش مفهومة بتدخله في دايرة خطر، ومع الوقت بيكتشف ان الموضوع اكبر من الشغل، وانه وقع في مشكلة مع احد من الشخصيات المهمة، فبيحاول انه يقوي ويصلح حياته عشان يحافظ على امان عيلته. المسلسل من تأليف هشام هلال ومن اخراج سدير مسعود. المسلسل رقم
15 في قائمتنا هيكون مسلسل الكينج من بطولة محمد إمام وحنان مطاوع وعمرو عبد الجليل. المسلسل هيكون مكون من 30 حلقة، بيقدم لنا قصة حمزة الدباح، شاب طموح من حي شعبي بتدخله الصدفة لعالم المافيا الدولية، فبيستغل ذكائه ويخدع منظمة إجرامية كبيرة، وده اللي بيخليهم يحطوه في قائمة المطلوبين. ومن هنا بتبدأ المطاردات في دول مختلفة، وبيلاقي حمزة نفسه قدام صراع الهروب والبقاء، ومع الوقت بيكتشف ان اللعبة اكبر من مجرد سرقة، دي رحلة مليانة بالصراعات والمخاطر. المسلسل من تأليف محمد صلاح العزب ومن اخراج شيرين عادل. وبكده تكون حلقتنا النهاردة خلصت، اتمنى تكون الحلقة عجبتكم. اكتب لنا كومنت باكتر المسلسلات اللي عجبتك، وما تنساش كالعادة قبل نهاية الحلقة تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان تتابع كل الحلقات اللي جاية.